السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام معاكم. بعمل فيديو ده عشان في مشكلة ناس كتير منا بتقابلها، بس عاملة نفسها عبيطة يعني. ايه وهي مشكلة الكتابة بالعربي في صفحة HTML؟ 90% منا مش عارفين الموضوع ده وبيكتبوا بالانجليزي. طبعا انا لما بشوف بقى ايه واحد كاتب بالانجليزي فهو الناس كلها بتبقى فاكرة انه عشان بروفيسور بقى وفاهم بالانجليزي. لا، الحقيقة انه اصلا مش عارف يكتب بالعربي. كل ما يكتب بالعربي يلاقي نفسه في مشكلة ان العربي مش ظاهر كويس، ظاهر على اساس انها مربعات والكلام دوائر والكلام ده. فانا جيت بس اقول لكم على التاج ده اللي بيكتب بالعربي، لان احنا ما خدناهوش في المعهد، او الله اعلم خدناه ولا لا. بس انا واثق ان احنا ما خدناهوش عشان انا حضرت كل المعامل. ما خدناهوش. هي حاجة تافهة جدا بس مهمة جدا في نفس الوقت، بمعنى ان انت ما تقدرش تستغنى عنها. بس انا لما اقولها لكم دلوقتي هتقولوا ايه التفاهة دي؟ تعمل فيديو عشان حاجة زي دي؟ هي تافهة بس انت مش هتقدر تستغنى عنها. وبالتالي لما شفت صفحات ناس كتير، ما اقصدش حد والله معين، هو كاتب بالانجليزي. تمام. فكتير كتير مش انت بس يعني مش انت بس، عشان في ناس كتير بعتت لي صفحتها. لقيت انه كاتب بالانجليزي كل حاجة. الله اعلم بقى دخل على جوجل ترانسليت وكده، بس هو مش عارف يكتب بالعربي. فانا عشان كده ايه، عملت الفيديو ده مش عشان هو، عشان كل الدفعة ان شاء الله. عشان وقتنا بس ندخل نقول ال التاج ده. بسم الله. نفتح النوت باد. تمام. نكتب. انا مش بشرح دلوقتي اي حاجة، انا بكتب بس او بعرفكم التاج ده. فعشان محدش يقول انت بتكتب بسرعة ولا بتكتب بطيء ولا ما بتقولش انت بتكتب ايه، فانا ما بشرحش دلوقتي. تمام. نعمل هيد، تايتل، واقفل برضو التايتل، البودي، اقفل برضو البودي. ايه اسمه؟ بادي. البادي. بس الواحد بتحيي يقول بادي يا جدعان، يعني متعلقوش. المهم تايتل مثلا هكتب اتش. لا، نكتب بالعربي معلش. اتش سالم. البودي نكتب مثلا اتش فور. ده تاج يا جدعان معلش، ده تاج عادي، بس انا بحب اكتب بيه عشان اتش اللي هو انا، وفور اللي هي رابعة العدوية، رحم الله شهداء رابعة العدوية. آه نكتب مثلا وليكن آه الزمالك اسلوب حياة. مع مثلا كفاية كده. نسيف. ديسكتوب. انا مش بشرح يا جدعان، انا بقول بس الفكرة دي، التاج ده عشان الناس كلها تعرفه. نفتح الصفحة. ظهر كده. دي المشكلة اللي بتقابلنا لما بنكتب عربي. تمام. دي المفروض ده الزمالك اسلوب حياة، والكلام ده المفروض اتش سالم. طب ايه المشكلة دي او تتحل ازاي؟ صلوا بينا على النبي. شايفين التاج ده؟ تاج اسمه آه ميتا. ميتا. هو ده. التاج ده بيتقفل في نفس يعني مش دبل، لا بيتقفل في نفسه كده. التاج ده بياخد اتريبيوت اسمه تشارست. تمام. التاج ده اللي هو ميتا اتريبيوت شارست يساوي دبل كوتيشن. ده بنكتب فيه ايه بقى؟ بنكتب لو انا مثلا لغة عندي عايز اكتبها عربي او انجليزي او ايا كان، فدي بتبقى على حسب الجهاز عندي، على حسب الويندوز متسطب ايه او شغال ايه. عربي، انا عندي عربي فهو ايه متعلمنا على العربي. طب بصوا يا جدعان، شايفين كلمة لانجوج دي اللي جنبها، اللي هي اللي انا مش عارف انطقها، دي اسمها انكودنج. المهم هي دي. اضغط عليها كده. شايفين متعلم ايه عندي؟ انكودنج ان يو تي اف
8. لو انت عندك في الجهاز متعلم على دي يو سي مش عارف ايه، اكتبها هنا. لو عندك متعلم على نفس العلامة دي اكتبها هنا. اي حاجة متعلمة عندك اكتبها في التاج اللي اسمه تشارست ده. طب نكتب يو بنفس اللي هو الحروف، يعني كابيتال او سمول، نفس الحروف. تشارست. تمام، اعمل سيف، ارجع للصفحة، ريفرش، ظهرت الزمالك اسلوب حياة وقرش سلام. حاجة تافهة جدا بس انت متقدرش تستغنى عنها. يعني التاج ده كده انت متقدرش تستغنى عنه علشان تقدر تعمل صفحات، علشان محدش يعمل نفسه بروفيسير ويكتب بالانجليزي بس. انت مش عارف حاجة، ابحث عنها، دور عنها، اسأل الناس. عيب اوي لما انت ما تسألش عن حاجة زي دي، لان دي انت مش هتقعد طول حياتك تصمم صفحات انجليزي بس عشان وقت الفيديو بس والناس اللي اصحاب الباقات. هو ده اللي انا جاي اقوله، التاج ده. وانا ما شرحتش دلوقتي حاجه، انا قلت التاج ده بس. ان شاء الله لو فينا عمر كده ممكن اشرح ال HTML او صفحه، ازاي تعملوا صفحه، او اشرح التاجات اللي احنا اخدناها في المعهد ان شاء الله باذن الله، واشرح برضو ال UML علشان العملي ان شاء الله باذن الله برضو فينا عمر يعني. بس خلاص كده، ده اللي انا جاي عشانه. ازاي تكتب عربي في ال HTML. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحب نفسي انا قوي وانا محترم. السلام عليكم.